السلام عليكم، ازيكم شباب؟ لسه مكملين في سلسلة الاي كوميرس شوبينج كارت، وده الجزء التاني. شرحنا في الجزء اللي فات يعني ايه كلمة اي كوميرس شوبينج كارت، وخدنا شرح تفصيلي عن ايه هي الجيسون باين وازاي خزنا البيانات في الجيسون باين، وعملنا انترودكشن كده سريعة عن ايه هي الافكار اللي موجودة في مشروع الاي كوميرس شوبينج كارت. واخدنا اول فكرة من ضمن الافكار دي اللي هي البرودكت ليست، اللي هي عرض المنتجات. وفكرة عرض المنتجات بكل بساطة عملناها ازاي؟ ان انا خدت البيانات اللي انا خزنتها في الجيسون باين عرضتها في صفحة البراوزر. في الجزء ده بقى عايزين ان احنا نخش على تاني فكرة، اللي هي الشوبينج كارت. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي عربة التسوق. لما جيت عملت الانترودكشن في الفيديو اللي فات عن الافكار اللي موجودة في مشروع الاي كوميرس شوبينج كارت، لقيت ان من ضمن الافكار حاجة اسمها شوبينج كارت. لما جيت دخلت جواها لقيت ان في 4 نقط. اول نقطة add to cart، تاني نقطة اللي هي save product in local storage، تالت نقطة اللي هي remove product in cart، والرابعة والأخيرة اللي هي increment و decrement quantity. والبلان اللي بيمشي بيها أي موقع اي كوميرس شوبينج كارت بكل بساطة هو إن أنت كيوزر بتتصفح مثلا موقع زي موقع أمازون، بتلاقي إن في مجموعة من المنتجات عجبك، مثلا منتج معين وكأنما منتج الآيفون، فبتلاقي جوه البيانات بتاعة المنتج بتاعة الايفون دي في زرار. الزرار ده هو الاد تو كارت. لما بتيجي تدوس عليه بيبدأ ان هو يضيف لك البرودكت ده في صفحة الكارت. فلما بتروح لصفحة الكارت بيج او بيج كارت بتلاقي ان المنتج ده اتضاف عشان خاطر تتم عملية الشراء، زي ما اي موقع اي كوميرس شوبنج كارت بيتم في نفس العملية اللي بتحصل دي. العملية اللي بتحصل دي دي اللي انت بتشوفها، اللي انت كيوزر بتشوفها. لكن في عملية في النص بتحصل احنا مش شايفينها، او انت وانا كيوزرز مش شايفينها. ايه هي؟ ان هو في حكم في النص. الحكم اللي في النص ده بنسميه سيرفر. تمام. ايه فايدة السيرفر اللي في النص ده؟ والله السيرفر ده بيستقبل الريكوستات اللي انت بتبعتها كيوزر للسيرفر، عشان خاطر يبدأ ان هو السيرفر ده ينفذ لك الريكوست اللي انت فعلا عايزه. مش فاهم؟ طب هو ليه اصلا السيرفر ده موجود؟ بص يا سيدي، البرودكتس اصلا اللي موجودة او اللي ظاهرة عندك في البراوزر او في اي موقع اي كوميرس شوبنج كارد هي في الاساس عبارة عن داتا. هتقول لي عبارة عن داتا؟ اه، ارجع كده في الفيديو القديم، في الفيديو الاولاني، لما جيت اتكلمت عن الافكار اللي موجودة في مشروع الاي كوميرس شوبنج كارت، ومسكت اول فكرة اللي هي البرودكت ليست. مش قلت لك ان البرودكت ليست هي في الاساس اصلا عبارة عن داتا؟ لما جت الجافا سكريبت هنعمل ايه؟ هنخليها داتا، والداتا دي هنعمل لها فيتشنج، صح كده؟ فهي في الاساس داتا. فقالت لك بقى ايه؟ السيرفر قال لك ايه؟ السيرفر قال لك انا هاخد حضرتك الداتا دي. طب هتاخدها ازاي؟ ما هو مش هيكون سيرفر، لا، هو اي داتا او اي حاجة بتاخد منك داتا هنعتبرها سيرفر. مش فاهم؟ يعني الجيسون باين مش بتاخد منك داتا؟ مش ده عبارة عن موقع بيتخزن فيه بيانات؟ صح، هنعتبره سيرفر بنطلب منه داتا. الداتابيز برضو هنعتبرها كسيرفر. اللوكال ستورج هنعتبرها كسيرفر. احنا مش هنتعامل مع الداتابيز او الجيسون باين في ان هي تكون مكان السيرفر، لا، هنعتمد على اللوكال ستورج. طب ليه اللوكال ستورج؟ هفهمك قدام. خلاص كده؟ طيب، انا هنا في السيرفر. انت السيرفر ده هيكون الحكم اللي هو بيحكم ما بين الريكوست اللي انت بتبعته والريسبونس اللي انت هتستناه، اللي هو ايه؟ هيظهر في صفحة الكارت. يعني بكل بساطة ان انت كيوزر لما بتيجي تدوس على الاد تو كارد، فانت كده بتعمل ايه؟ بتبعت ريكوست للسيرفر، بتقول له يا سيرفر انا عايز المنتج، او دور لي على المنتج اللي هو الايفون. خلاص. فيروح السيرفر، هو كده كده اصلا السيرفر هيكون جواه الداتا، خلاص، بتاعت ايه؟ بتاعت البرودكتس كلها. فهيدور جواه عن الداتا الخاصة بمنتج الايفون. خلاص كده؟ طيب جميل. وبعد كده انا لقيت المنتج ده، فبيروح السيرفر بيرد عليك بالنتيجة بتاعت الريكوست اللي انت كيوزر بتبعتها للسيرفر. يعني بكل بساطة
انت كيوزر بتبعت ريكويست للسيرفر، فيروح السيرفر رادد عليك بالنتيجة بتاعت الريكويست دي. طب احنا بنسميها النتيجة بتاعت الريكويست؟ لا طبعا، بنسميها بريسبونس. والريسبونس اللي بيرد عليك بيه السيرفر دي هي النتيجة بتاعت الريكويست اللي انت كيوزر بتبعتها لايه؟ للسيرفر. حلو قوي. يعني انا بكل بساطة في اي موقع اي كوميرس شوبنج كارت، انا الظاهر او اليو اي اللي هيظهر معايا هو ان انت بتشوف شوية داتا، بتختار برودكت معين، بتدوس على الاد تو كارت، بيبدأ ان هو يتضاف في صفحة البيج كارت. انت بقى مش مطالب منك ان انت تعرف ايه السيرفر بتاعك، ايه الريكوستات اللي بتحصل، ايه الريسبونس اللي بيرجع. انت مالكش دعوه بالقصه دي. الكلام ده في الخفا في الكواليس. لكن الحاجه اللي بتظهر في اي موقع اي كوميرس شوبنج كارت هي الحته بتاعت البراوزر والبيج كارت. تعالى بقى نتكلم في اول نقطه في فكره الشوبنج كارت، اللي هي الاد تو كارت، اللي هي اضافه منتج الى العرض. اللي بيحصل ببساطة ان المستخدم لما بيجي يدوس على الزرار بتاع الاد تو كارد، يبدأ ان هو ياخد البيانات بتاعة المنتج ده، ويبدأ ان هو يخزنها في اللوكال ستورج او الداتابيز او الجيسون باين، علشان بعد كده نبدأ ان احنا نعرضها في صفحة البيج كارد. خلاص كده؟ طيب، انا عايز افهم الاول ازاي هتتم فكرة اضافة منتج معين. ازاي هبدأ بقى ان انا اضيف منتج معين، او مثلا ادوس مثلا على زرار معين بتاع ده يبدأ ان هو يجيب لي البيانات الخاصة بالمنتج ده. ازاي هيجيب البيانات الخاصة بالمنتج ده؟ ارجع كده في الفيديو الاولاني، الاصل بتاع البرودكتس دي ايه؟ عبارة عن داتا. حلو، الداتا دي فيها ايه اصلا؟ هي عبارة عن array فيها مجموعة من الاوبجكتس، وكل اوبجكت بيمثل برودكت معين عندي. حلو، هي دي البيانات بتاع كل برودكت اللي انا عايز اجيبها. عايز اجيب بيانات المنتج مثلا بتاع برودكت واحد من جوه الاري. حلو كده. طيب جميل. ب... انت كيوزر بتبدأ تعمل ايه الاول؟ ببدأ ان انا ادوس. حلو، بدوس مثلا على الاد تو كارد، بدوس بتاع البرودكت التاني او التالت او الرابع. حلو، بيجيب البيانات بتاعت ايه؟ البيانات بتاعت نفس البرودكت اللي انا ببدأ ان انا ادوس عليه، اللي هو بتاع ايه؟ بتاع نفس الباتون. طيب جميل. طيب هتقولي هو ازاي اصلا هيعرف ان الباتون ده بتاع تاني برودكت او الباتون ده بتاع اول برودكت؟ هيعرف ازاي؟ مش لازم حاجة تعريفية تعرفه ان ده بتاع اول برودكت او تاني برودكت، حاجة مشتركة؟ صح صح. هتقولي والله في فكرة. ايه؟ ان انا هحط اتريبيوت جوه الباتون. حلو ماشي. طب وبعدين؟ طب قيمة الاتريبيوت ده هيكون ايه اصلا؟ هتكون الاي دي بتاع الاوبجكت نفسه، بتاع اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع كل برودكت. يعني هنا انت عندك البرودكت التاني الاي دي بتاعه كام؟ اي دي 2. حلو، هاخد الاي دي ده هحطه فين؟ في قيمة الاتريبيوت هنا. فاصبح الباتون ده يحمل قيمة الاي دي بتاعت ايه؟ بتاعت اول برودكت. يبقى انا كده عرفت اني باتون خاص باني برودكت عندي عن طريق الاتريبيوت. الاتريبيوت ده اصبح قيمته هي الاي دي بتاع كل برودكت عندي. خلاص كده. لاني في الاصل كل برودكت هو في الاساس اوبجكت. الاوبجكت ده فيه مجموعة من الكي، من ضمنها هي الاي دي. خدت الاي دي ده بدأت ان انا احطه في قيمة الاتريبيوت عشان خاطر ابدأ ان انا اعرف الباتون ده. وعن طريق الاتريبيوت بدأت ان انا اعرف الباتون ده هو بتاع اني برودكت. خلاص كده. طيب جميل قوي. نيجي بقى في الحتة ان انا ازاي اجيب البيانات الخاصة بالبرودكت المعين، عشان خاطر ابدأ ان انا اخد البيانات دي واخزنها في عندي في اللوكال ستورج او الداتابيز او الجيسون باين. خلاص، مش هنيجي حتة تخزين، لا خلينا بس نشوف الاول ازاي اجيب اصلا البيانات الخاصة بكل برودكت عندي. طيب احنا في الاصل البرودكتس بتاعتي كلها في الاصل هي عبارة عن داتا، والداتا دي هي array فيها مجموعة من الاوبجكتس. خلاص، هي بالشكل ده فيها مجموعة من الاوبجكتس، وفي في الاصل هي دي عبارة عن جيسون. خلاص كده. طيب جميل. انا بكل بساطة عايز اجيب البيانات الخاصة ببرودكت معين. طب في ميثود في الاري بتسمح لي بده؟ اه، ميثود اسمها الفايند. الفايند يعني باسمها الفايند بتوجد حاجة في الاري عن طريق كونديشن معين انت بتبصيه، ودي ظهرت في الاكما سكريبت 6. خلاص. يعني بكل بساطة انا والله عايز ابحث مثلا على برودكت اللي هو اللي بيحمل قيمة الاي دي واحد. والله
الفايند بتعمل لوبينج خلاص على الاري كلها، وبترجع لك الاوبجكت نفسه اللي انت عايزه عن طريق طبعا الكونديشن اللي انت بتبصيه. لو هو ترو هيرجع لك الاوبجكت اللي هو مشي عليه الكونديشن. يعني هو بيمسك اوبجكت بيبصيه للكونديشن عشان خاطر يشوف هو يتحقق ولا لا. خلاص كده. بس هي دي بكل بساطة الفكرة اللي احنا هنمشي عليها في ان انا ازاي اجيب البيانات الخاصة بالمنتج المعين اللي انا ببدأ ان انا ادوس عليه. تعالى بقى نطبق عملي على اول نقطة في فكرة الشوبنج كارت، اللي هي الاد تو كارت، اللي هي ازاي اضيف منتج للعربة. ببساطة ان لما المستخدم يبدأ ان هو يدوس على زرار الاد تو كارت، يبدأ ان هو يجيب له البيانات الخاصة بالمنتج ده. طب هتعمل ايه بالبيانات دي؟ هبدأ ان انا اخزنها فين؟ في اللوكال ستورج. مش هتكلم على حتة التخزين دلوقتي، انا همسك اول حتتين اللي هو لما يدوس وازاي اجيب البيانات بتاعه كل منتج. طيب حتة لما يدوس دي يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل ايفنت يا باشا. طب جميل، انا كده فهمت. حلو، يبقى انا هاجي هنا هعمل فايل، كريت فايل اسمه event add to cart.js بالشكل ده. event add to cart.js بالشكل ده. الفايل ده هيكون مسؤول عن ايه؟ مسؤول على الايفنت اللي انت بتعمله على كل الباتونز اللي اسمها ايه؟ add to cart. طيب هعمل function اسمها event add to cart بالشكل ده، وهبدأ ان انا هختار كل الباتونز اللي عليها ايه؟ اللي عليها كلاس add to cart. عرفت منين؟ بص يا سيدي، هعمل بس export للفانكشن دي عشان هبدأ ان انا اخرجها فين؟ من الفايل ده. تمام، عشان اعمل لها امبورت جوه ايه؟ جوه الفيتش ديشز. ليه؟ لان بكل بساطة الفايل بتاع الفيتش ديشز انا لو جيت شفت جواه هلاقي ان في فانكشن اسمها هاندل داتا ديشز. حلو، الهاندل داتا ديشز دي فانكشن مسؤولة ان هي بتهندل لك كل البرودكتس بتاعتك. طيب جميل، حلو. لو لقيت في كل برودكت عندي هلاقي ان في عندي تاج باتون. الباتون دي اللي هي الاد تو كارت. جميل، حلو. طيب انا عايز اختار كل الباتونز اللي عليها ايه؟ اللي عليها كلاس اد تو كارت. حلو. طيب جميل، تعال اختارها. هتختارها بايه؟ بكويري يا باشا سيلكتور اول. طب اشمعنى كويري سيلكتور اول؟ الكويري سيلكتور اول لان انت هتختار كل الباتونز اللي عليها كلاس ايه؟ كلاس الاد تو كارت. طيب جميل، ليه؟ لان انت عايز تنفذ الايفنت على كل الباتونز، مش باتونز واحد بس. يعني ما تختار، ما تعملهاش بالكويري سيلكتور بس، لا كويري سيلكتور اول. تمام. طيب فهنا هقول له ايه؟ هقول له let buttons بتساوي document دوت query selector all، واللي بيرجع من الكويري سيلكتور اول هو عباره عن ايه؟ عن array. جميل. طب هو مستني منك ايه؟ مستني منك يا باشا ان انت تعمل لوبينج على الاري دي. اقول له ايه؟ buttons دوت for each بالشكل ده. بيعمل call back function، واقول له مثلا btn بالشكل ده، وهقول له ادي الباتون. كده انا مسكت كل باتون في الاري، يعني مش باتون واحد بس، لا عملت مسكت باتون في الاري. دوت اد ايفنت listener، ودي المسؤوله ان هي بتنفذ لك الايفنت، بتقبل منك الايفنت بتاعك اللي هو الكليك. احنا عايزين لما نيجي ندوس على الزرار اللي هو بتاع الاد تو كارت، وبيقبل منك الكول باك فانكشن. كول باك فانكشن اللي هو الحدث اللي هيحصل بعد ما اعمل الكليك. ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها؟ تمام، بتكتبها جوه الكول باك فانكشن دي. طيب جميل، هقول له مثلا اطبع لي في الكونسول دلوقتي هلو مثلا. طيب جميل، حلو. طيب الفانكشن دي هتعمل لها امبورت فين يا باشا؟ جوه الفيتش ديشز. ليه؟ لان بكل بساطه انا عايز ان هي تشوف كل الباتونز اللي انا ببدا ان انا اختارها. طب هو هيشوفها ازاي؟ هيشوفها عن طريق ان انا لازم اعمل لها امبورت. طب هتعمل لها امبورت فين؟ هعمل لها امبورت جوه الفيتش داتا ديشز. خلاص،
لان دي الفانكشن المسؤوله ان هي بتجيب لك كل الداتا. فانت ببساطه لما تعمل كول للفانكشن دي، فهي ببساطه شافت كل الباتونز اللي راجعه منين، من الريتيرن دي. يعني شافت كل الباتونز اللي موجوده في كل برودكت. خلاص كده. طيب جميل. حلو. تعالى كده نعمل سيف ونشوف. تعالى كده نشوف. نخش في برودكت، انسبكت. تعالى نعمل ريفرش. شوف كده في الكونسول، هلاقيه ان هو بيقول لي الايفنت add to cart is not. طيب تعالى كده، عشان انا نسيت ان انا اعمل للفانكشن دي import بالشكل ده. عملت لها كول من غير ما اعمل ايه import. هنا اقول له دوت شيس. تعالى نعمل سيف ونشوف. تعالى نشوف كده في الكونسول، ندوس على باتون اللي اسمها اد كارت. فعلا بيطبع لي ايه، هلو. طبعا اللوبينج بيحصل على كل الباتونز، يعني ما نفذتش الايفنت على باتون واحد، لا، نفذت على كله. حلو. ده اول شكل من الايفنت. اول شكل من الايفنت. هو في شكل تاني من الايفنت. تاني شكل من الايفنت هو باستخدام دالة اسمها الكلوز سيت. ودالة الكلوز سيت معناها الاقرب. يعني انت بتجيب عنصر الاب، بتبحث من جواه على الابناء اللي انت عايز تعمل عليهم الايفنت. مش فاهم؟ موضح. بص يا سيدي، لو انت عندك عنصرين في الصفحة، خلاص، والعنصرين دول جوه اب، حلو، وانت عايز تنفذ الايفنت على العنصرين دول، مش عنصر واحد، فبكل بساطة هتستخدم دالة الكلوسيت. ليه؟ لان انت هتجيب الاب، خلاص، هتعمل عليه الايفنت. حلو. لا استنى بقى كده، ازاي اجيب الاب واعمل عليه الايفنت؟ انا عايز اعمل الايفنت على التو باترنز مش الاب. لا، ما انا هقول لك حاجه. بص يا سيدي، فايده الكلوسيت ان انت بكل بساطه بعد ما بتعمل الايفنت على الاب نفسه، على الاب نفسه، بيبدا ان هو داله الكلوسيت بياخد الايفنت اللي هو على الاب، بيبدا ان هو ينفذه على الابن، على الابن اللي هو محطوط جوه الكلوسيت. لان دالة الكلوسيت بكل بساطة بتقبل منك الابن اللي انت عايز تنفذ عليه الايفنت اللي انت حاطه اصلا في الاب نفسه. خلاص كده. طيب برضو فايدة الكلوسيت ايه؟ احنا عندنا عنصرين، خلاص، العنصرين دول موجودين جوه اب، انا عايز اعمل الايفنت على التو باتنز دول. فانا بكل بساطه بعمل الايفنت نفسه. انا مثلا عايز اعمل ايفنت الكليك على التو باتونز، فانا بجيب عنصر الاب، بقول له انا بكل بساطه عايز اعمل الايفنت الكليك على الابناء اللي انا هبدا ان انا اختارهم باستخدام الكلوسيت. فكده اصبح ان انا اجبرته، قلت له ان انت هتنفذ الايفنت على التو باتونز دول، ويكونوا هو فعلا ايفنت الكليك. التو باتونز هتنفذ عليهم ايفنت الكليك اللي هم موجودين جوه الاب. ما احتجتش ان انا اعمل نفس الحركه القديمه دي، ان انا هبدا ان انا اخد الكود ده نفسه كوبي، كنترول في، واغير مثلا هنا، مثلا لو عندي التو باترنز، واحد اسمه الاد تو كارد والتاني اسمه مثلا ريموف تو كارد. طب ليه اعمل لكل واحد ايفنت مختلف؟ طب ما باستخدام دالة الكلوسيت اصبح الموضوع سهل. ان انا هجيب الاب وابدا ان انا بقى انفذ على من جوه الاب ده، هجيب الابناء اللي انا عايز انفذ عليهم نفس الايفنت ده. وكانما مثلا انت عندك 1000 باتونز جوه الاب ده، عايز تنفذ عليهم نفس الايفنت، فليه تكرر الكود ده اكتر من مره؟ لا، دالة الكلوسيت وفرت عليك الدنيا دي كلها. تعالى كده نشوف عملي. انا بكل بساطه هختار الاب، فهاجي للفايل اللي اسمه فيتش ديشز، خلاص، هجيب الاب. اني اب؟ الاب اللي هو بيحمل كل ايه، كل البرودكتس اهو. فهو ده الاب اللي هو الديشز ليست. فهاجي اخد، اسف، اخد الكود ده كده، او الاليمنت ده كوبي، وابدا ان انا اقول له ايه هنا، كنترول في. حلو. وبعدين، والله وبعدين هقول له ادي الاب، ادي الاب دوت اد ايفنت listener، خلاص، وادي الايفنت اللي هو الكليك. وبعد كده بيقبل منك ايه، كول باك فانكشن. حلو. جوه الكول باك فانكشن دي هبدا ان انا اكتب بارامتر. البارامتر ده اللي هو الايفنت، والايفنت ده بيكون عايد على الاب. خلاص. انا بكل بساطه انا كده
كده في السطر ده من غير ما استخدم دالة الكلوست، انا كده بعمل الايفنت على الاب نفسه. طيب جميل، تعالى كده نستخدم الكلوست. هقول له let btn بتساوي، هقول له بقى ادي الايفنت اللي هو الاب نفسه دوت تارجت. تارجت ده اللي هو العنصر اللي انا عايز ادوس عليه. خلاص، دوت كلوسي ست بالشكل ده. وبيبدأ بيقبل منك الابن اللي انت عايز تنفذ عليه ايه، تنفذ عليه الايفنت نفسه. فهقول له هات لي الابن اللي هو الاد تو كارد، ويبدأ ان انت تنفذ عليه ايه، الايفنت نفسه. طب هو عرف ازاي ان هو ينفذ عليه الايفنت باستخدام ايه؟ الايفنت دوت تارجت. الايفنت دوت تارجت يعني اي حاجه تبدأ تدوس عليها من جوه الاب تنفذ عليها ايه، الايفنت اللي هو بتاع الكليك. حلو جميل. فانا هقول له ايه، اف لو الباتون ده موجود، خلاص هتبدأ ان انت تعمل ايه، والله مثلا تطبع لي في الكونسول هلو بالشكل ده، اسف، بالشكل ده. تعالى كده نشوف، نعمل ريفرش، ندوس على الاد تو كارد، فعلا طبع لي هلو. تعالى بقى نخش في جزئية ان انا ازاي اجيب البيانات الخاصة بالبرودكت المعين. انا خلصت حتة الايفنت اللي انا ببدأ ان انا اعملها على كل باتون عندي. عايز بقى بعد ما عملت الايفنت يبدأ ان هو يجيب لي البيانات الخاصة بالبرودكت المعين ده، عشان خاطر ابدأ ان انا اخد البيانات دي اخزنها في اللوكال ستورج. طيب جميل قوي. حتة ان انا ازاي اجيب البيانات اتكلمت فيها وقلت لك ان انا بكل بساطة هيبدأ ان انا عندي اتريبيوت. الاتريبيوت ده هيكون جوه التاج اللي اسمها باتون. والاتريبيوت ده بكل بساطة هو هيكون حاجة تعريفية عشان خاطر يبدأ ان هو من خلاله يعرفني ان الباتون ده بتاع اني برودكت. طب عن طريق ايه؟ عن طريق الاي دي. حلو. انا هنا عندي الاي دي ده حاطه في كل اوبجكت عندي. خلاص، هبدأ ان انا اخد الاي دي ده، خلاص كوبي، وابدأ ان انا اضيف بقى الاتريبيوت على التاج اللي اسمها باتون. طيب كتابة الاتريبيوت بتاعتك بتكون ازاي؟ هقول له هنا داتا اي دي، خلاص، بتساوي بالشكل ده، وهديله الايه، الاي دي، اسف، هديله الاي دي بالشكل ده. جميل جميل. وبعد كده هبدأ ان انا هاجي هنا. خلاص، انا بقى محتاج ان انا اوصل للاتريبيوت ده، لقيمة الاتريبيوت. خلاص، اوصل لقيمة الاتريبيوت ازاي؟ والله بكل بساطة هبدأ ان انا اقول له ايه، هقول له let product id بتساوي، ادي الباتون. الباتون ده اللي هو التاج باتون. خلاص، هقول له دوت get attribute. الجيت اتريبيوت دي فايدتها ان هي بتجيب لك اي اتريبيوت انت كاتبه جوه التاج. طيب التاج انت مسميها ايه؟ مسميها داتا اي دي. انت بتحطها جوه string بالشكل ده. تعالى كده نشوف. هقول له log ادي البرودكت اي دي بالشكل ده، واعمل سيف. تعالى كده نعمل ريفريش. هو كده كده اصلا عمل اوتو ريفريش. ادوس على الاد تو كارد، فعلا جاب لي الاي دي واحد. ادي تاني برودكت الاي دي بتاعه اتنين، وهكذا. حلو قوي. انا كده ربطت الاتريبيوت جوه التاج نيم. كده انا عرفت الباتون ده بتاع اني برودكت عن طريق ايه، عن طريق الاي دي. حلو. فاضل بقى ان انا اجيب البيانات الخاصه بالبرودكت المعين. حلو جميل قوي. هي البرودكتس دي كلها في الاصل هي عباره عن ايه؟ عباره يا باشا عن داتا. حلو. طب انا بقى عايز اجيب الداتا اللي هي خاصه بكل البرودكتس اهي. انا كده كده اصلا مستخدم الفيتشنج. خلاص، مرجع الداتا كلها جوه متغير اسمه برودكتس. البرودكتس ده هو اري بيحمل كل الداتا بتاعت البرودكتس بتاعتي. حلو. هبصيها للفانكشن اللي هي اسمها event add to cart دي، ابصلها ايه، probability. خلاص بالشكل ده. وهنا هعمل سيف، وهعمل هستخدم الاري دي. خلاص، هتبقى كاتريبيوت. تمام. حلو قوي. وبعد كده هنزل تحت، هقول له ايه، هقول له بكل بساطة وريني كده الاري فعلا
رجعت لك ولا لا. تعالى كده نشوف. لما اجي ادوس مثلا على برودكت معين فعلا رجع لي كل الاري اللي موجود فيها ايه الداتا. حلو قوي، جميل. وبعد كده هبدأ ان انا بقى عايز اجيب البرودكت الخاص الخاص بالباتون ده او بالاي دي نفسه اللي هو اللي انا حاطه جوه الاتريبيوت. مش انا قلت لك ان في ميثود اسمها الفايند؟ الميثود اسمها فايند دي كل مهمتها ان هي بتدور على برودكت معين جوه الاري بتاعتك وبترجعه لك عن طريق كونديشن معين انت بتبسيط. طب تعالى كده هقول له ايه، هقول له let product بتساوي ادي الاري بتاعتك products دوت ايه دوت find. ليه؟ لان انت هتدور جوه ايه، جوه الميثود اللي اسمها find وبتقبل منك call back function. حلو. وجوه الكول باك فانكشن دي بتكتب اتريبيوت. الاتريبيوت ده بيمسك برودكت في الاري، بيبدأ ان هو يعمل عليه الكونديشن اللي انا هكتبه ده. خلاص. طيب ايه الكونديشن اللي انت هتكتبه؟ هقول له والله ادي البرودكت نفسه، امسك بقى برودكت وكان مثلا اول برودكت. خلاص. هتقول له هات اول برودكت، هات لي منه قيمة الاي دي بتاعه، هات لي منه الاي دي. لو هو بيساوي الايه البرودكت اي دي اللي هو موجود اصلا كاتريبيوت جوه ايه، جوه الباتون، لو هو بيساوي فعلا الاتريبيوت ده، ابدأ ان انت رجع لي البرودكت ده فين في الكونسول. طبعا انت ما فهمتش الحتة دي. خلاص. طيب الحتة دي conditional ternary operator، حاجة ظهرت في اكما سكريبت 6. السنتكس بتاع الكونديشنال تيرنري اوبريتور انت بتكتبها كده، ادي الكونديشن بالشكل ده، ادي الكونديشن بتاعك وبعد كده علامة الاستفهام. خلاص. وبعد كده في حالة الترو وفي حالة الفولس. انت مش مجبر ان انت تكتب حالة الترو حالة الفولس، انت ممكن تكتبها بالشكل ده. لو انت عايز تطبق فكرة الترو والفولس تعمل كده، ادي كده ده كده الكونديشن بتاعك. خلاص. بعديه علامة الاستفهام. بعد كده مثلا هتقول له رجع لي البرودكت اللي انت هتلاقيه اللي هو هيتحقق في حالة الترو. خلاص. والفولس والله قول لي undefined، اسف، undefined بالشكل ده. انا مش مجبر ان انا اكتب حالة الترو والفولس. تمام، انت مش مجبر. خلاص. فهو كده كده اصلا بيشوف حالة الترو بينفذ عليها الكونديشن، لو لا هو بيجيب لك undefined automatic. خلاص. طيب جميل قوي. تعالى كده نشوف هل فعلا هيرجع في الكونسول البرودكت ولا لا. تعالى كده نشوف. هدوس على الاد تو كارد، رجع لي ايه undefined. ليه؟ لان بكل بساطة هنا البرودكت اي دي، تعالى كده نشوف البرودكت اي دي ايه اللي بيرجع. هتقول لي هو الاي دي الخاص بكل برودكت. طب هقول لك تمام ماشي، انا معاك في الحتة دي. تعالى كده بيرجع ايه، بيرجع الاي دي بس بيرجع كايه، كسترينج. لا انا عايزه بقى كرقم، لان قيمة الاي دي اللي موجودة في كل اوبجكت هي عبارة عن رقم. فانت لما بتيجي تعمل الكونديشن ده، خلاص الكونديشن ده بيقارن من حيث الفاليو، بنقارن من حيث الداتا تايب، نوع البيانات. فانت هنا حرفيا بتقارن رقم ما بين string، فهو هيجيب لك undefined زي ما جاب لك في الكونسول. فانا الحل ايه؟ الحل ان انت بكل بساطه قيمه الاتريبيوت اللي هو متخزن جوه التاج اللي اسمها باتون، عايز ان هي تتحول لرقم مش string. فهعمل ايه؟ والله في طريقة ان انت تستخدم اليونري اوبريتور. مهمتها ان هي بتحول اي حاجة سترينج، اي رقم، اي سترينج بس يكون نمبر لايه، لقيمة نمبر. خلاص كده. طيب تعالى كده نعمل سيف ونشوف. ادي اد تو كارد فعلا رجع لي الاوبجكت بالشكل ده، وفعلا رجع لي ادي الاي دي. ادي اهو الاد تو كارد فعلا البيانات بتاعت تاني برودكت. تعالى نتكلم على تاني نقطة من الشوبنج كارت اللي هي السيف برودكتس ان لوكال ستورج، ان انت ازاي تحفظ كل البرودكتس بتاعتك في اللوكال ستورج. بكل بساطة الحكم اللي هيكون مسؤول ان هو ياخد البيانات اللي انت كيوزر بتجيبها من كل برودكت عندك ويبدأ ان هو يخزنها عنده، الحكم ده هو اللوكال ستورج.
ارجع كده بالزمن شوية، ان انا قلت لك ان السيستم اللي ماشي عليه اي موقع في الدنيا اي كوميرس بكل بساطة ان انت كيوزر لما بتتصفح موقع معين بتلاقي مجموعة من البرودكت. كل برودكت فيه باتون، الباتون ده لما بتبدأ ان انت تدوس عليه يبدأ ان هو ياخد البيانات اللي انت جبتها من كل منتج عندك، يبدأ ان هو يخزنها في حاجة. الحاجة دي بقى هنبدأ ان احنا نستخدم اللوكال ستورج، وهشرح لك يعني ايه اللوكال ستورج بس استنى شوية. خلاص. وابدا ان انا اخد الحاجه اللي انا خزنتها في اللوكال ستورج مثلا، او واي كانما ان انا خزنتها في حاجه، الحاجه دي مثلا داتابيز اي حاجه، وابدا ان انا اعرضها في البيج كارد. ده السيستم اللي ماشي عليه اي موقع اي كوميرس في الدنيا. طيب ايه الفرق؟ الفرق بكل بساطه هو استخدامك للحاجه اللي انت عايز تخزن فيها. يعني انت لو شخص فرونت اند فاستخدم اللوكال ستورج. طب لو انا شخص فول ستاك باك اند استخدم الداتابيز. ده براحتك، السيستم واحد. الفرق اختلاف الحاجه اللي انت هتبدا ان انت تخزن فيها البرودكت بس. لكن هي نفس الطريقه، هي نفس كل حاجه بتحصل في المشاريع اللي بتبني بالاي كوميرس. واي كانما ان هو فرونت اند او باك اند مش هتفرق. خلاص. السيستم بتاع كل الاي كوميرس واحد. تمام كده. طيب بكل بساطة اللوكال ستورج دي حاجة مش موقع أصلا، هو بكل بساطة هو وسيلة تقدر إن أنت تخزن بيها بيانات، وأنا فعلا هستخدمها في إن أنا أخزن فيها بيانات. حلو. في المتصفح بشكل دايم. يعني إيه بقى بشكل دائم؟ بص يا سيدي، أنت لو جيت فتحت ابلكيشن، عملت مثلا عملية الكارد ان انت ضفت حاجة في الكارد، تمام، واي كانما مثلا برودكت واحد، وقفلت مثلا الابلكيشن خلاص، وفتحت مثلا بعد 3 شهور، دخلت على نفس الموقع وشفت صفحة الكارد هتلاقي نفس البرودكت موجود. ايه ده؟ هو ما بيتمسحش؟ لا، ما هو ده بقى فايدة اللوكال ستورج. اللوكال ستورج بكل بساطة هي حاجة بتخليك ان انت تخزن اي بيانات، وبتكون محفوظة بشكل دايم، ما بتتمسحش غير لما انت بتمسحها بايدك. خلاص. طب اللوكال ستورج دي اجيبها منين؟ اللوكال ستورج مش عبارة عن موقع، ولا هي ابلكيشن، ولا هي الكلام ده. لا، هي اللوكال ستورج موجودة جوه المتصفح في قائمة الانسبكت. لما تيجي تدوس على الانسبكت هيطلع لك مجموعة من اللينكس. من ضمن اللينكس هتخش على حاجة اسمها الابلكيشن، والابلكيشن هيبدأ ان هو يجيب لك حاجة اسمها في حاجة كده، في لستة كده هتطلع في الجنب. من ضمنها هي اللوكال ستورج، هتدوس عليها هتلاقي الواجهة بالشكل ده. الواجهة بكل بساطة متقسمة لجزئين، جزء الكي وجزء الفاليو. جزء الكي ده الكي اللي انت بتسميه بأي اسم، والفاليو دي الفاليو اللي هيحملها الكي ده. خلاص، دي الفاليو او البيانات اللي انت تبدأ ان انت ايه تخزنها. خلاص كده. وبعد كده بكل بساطة هبدأ ان انا اعرضها في البيج كارد. في دوال موجودة في اللوكال ستورج بتساعدك ان انت كمستخدم بتتعامل مع اللوكال ستورج. خلينا كده نمسك دالة دالة ونتكلم عليها سريعا سريعا عقبال ما نطبق عليهم عملي. اول دالة هي السيت ايتم. والسيت ايتم بكل بساطة من اسمها ان انت بتسيت ايتم، يعني بتسيت قيمة جديدة جوه اللوكال ستورج. حلو. مرحلة التخزين بكل بساطة انت بتعمل ايه؟ مرحلة التخزين انت عايز تعمل تخزن بيانات منتج معين جوه ايه؟ جوه اللوكال ستورج. طب بكل بساطة هتعمل ايه؟ والله هسيت ايتم. ليه؟ لان انت بتسيت ايتم جوه اللوكال ستورج، بتسيت قيمة جديدة جوه اللوكال ستورج. والسيت ايتم بتقبل منك الكي والفاليو. الكي بتاعك اللي انت عايز تسميه جوه اللوكال ستورج، والفاليو اللي هي ايه؟ الفاليو بتاعتك اللي انت عايز تخزنها. طيب جميل. بعد كده تاني ده اللي هي الجيت ايتم. الجيت ايتم بكل بساطة ان انت بتاخد حاجة من اللوكال ستورج، الحاجة اللي انت خزنتها دي عايز ان انت تاخد القيمة بتاعتها، فبكل بساطة بتستخدم الجيت ايتم. طيب الجيت ايتم دي انت استخدمتها فين او هتستخدمها فين اصلا؟ هستخدمها في فكرة الهاندل برودكت. لما اجي ههندل البرودكت اللي موجود فيه، او البيانات اللي موجودة في اللوكال ستورج عايز اعرضها في صفحة البيج كارد، هبدأ ان انا استخدم الجيت ايتم في ان انا هاخد الحاجة اللي متخزنة في اللوكال ستورج، هبدأ ان انا اعرضها في صفحة البيج كارد. خلاص كده. طيب وبعد كده الريموف ايتم. فكره الريموف ايتم لو انا عايز احذف حاجه من اللوكال ستورج، عايز احذف منتج معين من اللوكال ستورج، طب هستخدمها في فكره ايه؟ والله في فكره البيج كارد، ان انا بيكون عندي زرار اسمه ديليت، ده خاص بكل منتج عندي، اول ما ادوس عليه
يبدأ ان هو يحذف لي منتج معين. خلاص. وبعد كده في عندي الكي لو انت كيوزر عايز تشوف كام كي عندك، او لو انت مثلا عايز تجيب اسم الكي بعينه. خلاص. الكي ده اللي هو بيجيب لك اسم الكي اللي موجود فين، اللي متخزن في اللوكال ستورج، وبيقبل منك الاندكس. يعني انت لو عندك مجموعة من الكي بتبدأ من اندكس 0 و1 و2، عامل زي الاندكس بتاع الاري. بعد كده الكلير. الكلير بكل بساطة بتحذف برضو من اللوكال ستورج، بس الفرق ما بينها وما بين الريموف ايتم ان الريموف ايتم بتحذف برودكت معين بس، او برودكت واحد بس، لكن الكلير بتعمل كلير لكل الداتا اللي موجودة في اللوكال ستورج. خلاص كده. طيب وبعد كده اخر حاجة هي اللينس لو انت عايز تشوف اللينس اللي موجود عندك في اللوكال ستورج، يعني كام كي عندك موجود في اللوكال ستورج. تعالى بقى نطبق عملي على جزئية السيف برودكت ان لوكال ستورج اللي موجودة في الشوبنج كارد. والجزئية دي بكل بساطة قلت لك ان انت ازاي تحفظ البرودكتس بتاعتك جوه اللوكال ستورج. حلو قوي. هكريت فايل اسمه save product in local storage.js بالشكل ده. وبعد كده كريت function اسمها save product in local storage بالشكل ده، ان او مفروض كابيتال. وبعد كده هعمل export لمين، للفانكشن دي عشان ابدا ان انا ايه استخدمها. هعمل لها import جوه الايه الايفنت add to cart، ان انا لما اجي ادوس على الباتون اللي اسمها add to cart يبدا ان هو ايه يضيف لي البيانات بتاعه البرودكت فين في اللوكال ستورج. حلو قوي. هعمل كول للفانكشن دي كده، وهبدا ان انا اخد البيانات اللي انا جبتها من اللوكال ستورج دي، هبدا ان انا ابصيها للفانكشن دي كايه كارجيومنت. خلاص كده. طيب جميل قوي. دي دوت جي اس. حلو. وهنا ادي البرودكت اللي هي قيمة الارجيومنت اللي احنا بنسميها probability. خلاص كده. طيب جميل. حلو قوي. انت عايز تعمل ايه؟ والله انا عايز بقى احفظ البيانات دي في اللوكال ستورج. طيب حلو. البيانات دي عشان خاطر تتحفظ لازم الاول ان احنا نفهم ان احنا ازاي اصلا هنحفظ البيانات دي في اللوكال ستورج. بكل بساطة انا قلت لك ان انت لو عايز تحفظ حاجة في اللوكال ستورج فاحنا بنستخدم حاجة اسمها السيت ايتم. طيب انا هحفظها بالشكل ازاي برضو، يعني هحفظ البيانات دي كده واخليها كاوبجكت كده عادي. مش لازم ان انا اخليها كاري، صح؟ واحط الاري دي احط جواها البرودكت اللي هو الاوبجكت ده. طب وانت ليه اصلا هتحفظها في اري؟ لان بكل بساطه انا هاجي في صفحه البيج كارد، هاجي ان انا هاخد الحاجه اللي انا خزنتها دي من اللوكال ستورج جوه البيج كارد. طيب ما هتقولي ما انا ههندل الاوبجكت اللي هيبدا ان هو يتخزن ده، ههندله عندي على طول في البيج كارد. لا، ما هو ده كده شغل تحت السلم حرفيا. الشغل بقى اللي هو شغل محترم وكويس ونضيف، بيقولك ان انت بكل بساطة هتاخد البرودكت ده تبدأ ان انت تحطه جوه اري. الاري دي لما تيجي تاخدها من اللوكال ستوريج تبدأ ان انت تعمل عليها مابنج، نفس اللي انت عملته جوه ايه، جوه الفايل اللي اسمه فيتش داتا. ان انت بكل بساطة البرودكتس بتاعتك كانت جوه اري، وبدأت ان انت خدت الاري دي عملت لها مابنج خلاص، وبدأت ان انت تكتب ال HTML وتعرض عندك في صفحة الهوم بيج. بس فهو ده اللي انت هتعمله فين، في نظام برضو اللوكال ستورج. هتخلي اللوكال ستورج عبارة عن اري جواها مجموعة من البرودكتس. حلو قوي. جميل. فهنا هقول له ايه، هقول له let wish list بتساوي array. ادي الاري الفاضي خليها بره. تمام بالشكل ده. اسف، خليها بره بالشكل ده.
جميل جميل. وبعد كده تبدأ ان انت بقى عايز اصب جوه الاري دي، احط جواها ايه؟ البرودكت. طيب جميل. فهنا هقول له ايه؟ هقول له اسيت بقى اللي هو الويش ليست دوت بوش. هتبوش جواها ايه؟ هبوش جواها البرودكت بالشكل ده. فاصبح الويش ليست، تعالى كده نعمل لوج، اسف، لوج بالشكل ده. فاصبح الويش ليست جواها ايه؟ جواها array فيها ايه؟ الاوبجكت بتاعك، اللي هو يبدأ ان هو في كل مرة ان هو بيصب لك الاوبجكت ده جوه الاري بالشكل ده. حلو. طب جميل. وبعدين انا بقى عايز ابدأ ان انا اخزن الاري دي جوه اللوكال ستوريج. طيب معلش، اللوكال ستوريج دي اصلا هجيبها ازاي؟ بص يا سيدي، انت بكل بساطة بتيجي هنا على الانسبكت، خلاص، وبعد كده بتيجي على حاجة اسمها الابليكيشن، تمام، بالشكل ده. انت ممكن ما تلاقيش الاسهم الاربعه دي، انت ممكن تكبر كده هتلاقيها عندك ظاهره بالشكل ده، خلاص. طيب وبعدين بتيجي على حاجه اسمها الاستورج، هتلاقي حاجه اسمها اللوكال ستورج، هتدوس عليها بالسهم اللي تحت ده، هتلاقي HTTP اللي هو السورس اللي انت اصلا فاتحه فوق، هو ده، خلاص. ده اللوكال ستورج الخاص بالبراوزر بتاعك، اللي هو المتصفح اللي انت فاتحه ده. هتلاقي ان انت عندك في كي وفي فاليو. الكي ده اللي هو الكي، والفاليو دي اللي هي القيمه اللي انت بتبدا ان انت ايه؟ تخزنها. حلو قوي. انا عايز اخزن الحاجه جوه اللوكال ستورج، عايز اخزن اهو دلوقتي بيانات جوه اللوكال ستورج. فقلت لك هتستخدم ايه؟ هتستخدم داله اللي هي السيت ايتم، اللي هي بتقول له لوكال ستورج دوت سيت ايتم، خلاص. وبعد كده بتقبل منك الكي والفاليو. حلو. الكي بتخزنها كسترينج، خلاص. انت مثلا هتقول له ايه؟ البرودكتس بالشكل ده. وبعد كده الفاليو، الفاليو ان انا هقول له ايه؟ هقول له الويش ليست بالشكل ده، خلاص. طيب ده صح؟ ده اللي انا عملته كده ان انا خزنت الفاليو بالشكل ده كده، صح؟ لا. ليه؟ لان بكل بساطة الحاجة اللي هتتخزن في اللوكال ستورج لازم تكون string. الحاجة اللي هتتخزن في اللوكال ستورج، اي داتا تتخزن في اللوكال ستورج هتتخزن كسترينج. طب هخزنها كسترينج ازاي؟ بكل بساطة احنا عندنا دالة اسمها جيسون دوت سترينج فاي، دي اللي مسؤولة ان هي بتحول لك اي حاجة موجودة عندك كاري او اي حاجة كسترينج، خلاص. طيب جميل، حلو اوي. تعالى كده نعمل سيف ونشوف لما اجي ادوس على اي باتون، فعلا البيانات دي هتتخزن في اللوكال ستورج ولا لا، او فعلا اتخزنت بالشكل ده. تعالى كده ندوس على اي حاجة تانية، اه فعلا اتخزنت بالشكل ده. تعالى كده نعمل ريفرش، اه فعلا ظهر حتة ان هي بتتخزن بشكل دائم، ان فعلا اتحفظت بشكل دائم اهي في اللوكال ستورج وما اتمسحتش. طب تتمسح امتى؟ لما اجي امسحها يدويا. طب امسحها ازاي؟ هتيجي تدوس على اللي هو كلير اول، الباتون ده هيبدأ ان هو يعمل لك كلير لكل حاجة موجودة في اللوكال ستورج. طيب جميل، حلو قوي. انا تعالى كده دوس تاني، دوس مرة كمان، واعمل معلش ريفرش تاني، وحاول ان انت مثلا تدوس على برودكت مختلف وشوف ايه اللي هيحصل. ده مثلا ايه اللي حصل؟ عمل اوفر رايد على الحاجة، ضيع الحاجة اللي كانت متخزنة وراح عمل اوفر رايد على الحاجة الجديدة، وظهر الحاجة الجديدة، مسح القديم وحط الجديد. انا مش عايز كده. انا عايز ان انا لما اجي برضو اخرج من المتصفح وافتحه تاني، واجي ادوس مثلا على الاد تو كارد تاني، يبدأ ان هو برضو يسيب لي الحاجة اللي متخزنة ما يمسحهاش. طب اعمل الحركة دي ازاي؟ بكل بساطة هتيجي هنا، هتقول له ايه؟ هتقول له هنا، هتقول له ادي اللوكال ستورج دوت، هات لي الحاجة اللي متخزنة جوه اللوكال ستورج، خلاص. وبتبقى منك الكي اللي هو ايه؟ اللي هو products، اسف، الكي لازم عشان خاطر products بالشكل ده، all، او اسف ثانية واحدة،
هو المفروض يكون كان فيه تمام. هنا تمام، حلو قوي. ادي الاري. ايه بقى السطر اللي انت كتبته ده؟ والله السطر بكل بساطة ان انا بقول له الحاجة، لو انت في الاري دي، لو انت لقيت الحاجة اللي متخزنة في اللوكال ستورج دي، في حاجة متخزنة فعلا في اللوكال ستورج، يعني في برودكتس موجودة في اللوكال ستورج، هاتها. ابدأ ان انت تجيبها وتضيف عليها البرودكت اللي هي الجديدة. طب لو ما لقيتهاش، لو ما لقيتش اي برودكتس، ابدأ عادي، ابدأ ان انت تضيف الحاجة اصلا زي ما انت ما بتضيف في الاول. افضل تضيف في البرودكتس كأنها جديدة. لكن لو انت لقيت برودكتس قديمة متخزنة قبل كده، هتبدأ ان انت تجيبها وتضيف عليها البرودكت الجديدة اللي انت بتبدأ ان انت تضيفها. يعني كده هو مش هيمسحها. خلاص. طيب، اي حاجه انت بتبدا ان انت تخزنها في اللوكال ستورج، قلت لك اي داتا تبدا ان انت تخزنها بتكون سترينج، بتحولها كسترينج. طب اي حاجه انت بتجيبها من اللوكال ستورج لازم تكون كجيسون. خلاص. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له ايه؟ جيسون دوت قصدي جيسون دوت بارس. جيسون دوت بارس اللي هي بتقول لك ان انت هتحولها لجافا سكريبت اوبجكت، ان هي تكون عباره عن اوبجكت اللي هي كحالتها الاصليه، اللي هي تكون عباره عن اري. خلاص، لان البراوزر ما بيفهمش حاجه سترينج. تمام كده. طيب جميل قوي. وبعد كده تعالى كده نجرب ونشوف نعمل كلير. تعالى كده ندوس على الاد تو كارت. تمام، اد تو كارت تمام، بيخزن عادي. عملت ريفرش. هل فعلا هيسيب لي الحاجة القديمة ويبدأ ان هو يضيف عليها ولا لا؟ فعلا ساب لي الحاجة القديمة وفعلا ضاف عليها. خلاص كده. تعال نخش في اخر نقطة في فكرة الشوبنج كارت، اللي هي الهاندل برودكتس ان لوكال ستورج. ان انا ازاي اهندل البرودكتس بتاعتي اللي موجودة في اللوكال ستورج، اهندلها في صفحة البيج كارت. بكل بساطة انا قلت لك ان البلان اللي بيمشي عليها اي موقع اي كوميرس ايه؟ ببساطة ان انت كيوزر بتخش على موقع معين بتلاقي فيه مجموعة من البرودكتس. كل برودكتس بيكون فيه باتون. الباتون ده اللي هو الاد تو كارت. اول ما انت كيوزر بتدوس عليه بيبدأ ان هو ياخد البيانات بتاعة البرودكت ده، وبيبدأ ان هو يخزنها في حاجة. الحاجة دي سميناها لوكال ستورج. خلاص. واللوكال ستورج مهمتها ان هي بتخزن الداتا كعامله زي شغل الداتابيس بالظبط. وبعد كده بتبقى المنتج اللي انت بدأت ان انت تخزن فيه البيانات، المنتج ده موجود في صفحة البيج كارد. خلاص. انا قلت لك ان الظاهر بالنسبة لك كيوزر صفحة البراوزر اللي هي موجود فيها مجموعة من البرودكتس، وصفحة البيج كارد. حتة اللوكال ستورج دي مش موجودة عندك. طيب جميل. انا عشان خاطر اخد حاجه موجوده في اللوكال ستورج وابدا ان انا اعرضها في البيج كارت، فانا كده محتاج داله اخد من بتسمح لي ان انا اخش على اللوكال ستورج واخد منها مثلا قيمه، اخد منها بيانات معينه. طب ايه الداله دي؟ الداله دي بكل بساطه اسمها الجيت ايتم. الجيت ايتم مهمتها ان هي داله بتقبل منك كي. الكي ده ان انت بتبصيله الكي اللي موجود فيه الداتا. خلاص. طيب يبقى دالة الجيت ايتم ببساطة ان انت لو عايز كيوزر تاخد حاجة من اللوكال ستورج، تاخد مثلا بيانات معينة من اللوكال ستورج، فبتستخدم الجيت ايتم. يبقى الجيت ايتم هبدأ ان انا استخدمها في ان انا اجيب بيانات برودكت معين وابدأ ان انا اعرضها في صفحة البيج كارد. تعال نطبق عملي على اخر نقطة في فكرة الشوبنج كارد، اللي هي الهاندل برودكتس ان لوكال ستورج. اول حاجة هكريت فايل هسميه handle products in shopping cart .js. وبعد كده هبدأ ان انا اقول له هنا هكريت فانكشن. الفانكشن دي اسمها handle products in shopping cart. تمام. والفانكشن دي هتكون مسؤولة ان هي بتاخد الداتا اللي متخزنة في اللوكال ستورج. خلاص. طيب هعمل اكسبورت للفانكشن دي. خلاص. ليه؟ لان انا بكل بساطة هعمل لها import جوه الفايل اللي اسمه shoppingcart.js، لان الفايل ده بيكون مسؤول ان هو بياخد كل الفانكشنز والدوال اللي هي خاصة بصفحة البيج كارت، اللي بتحصل في صفحة البيج كارت. طيب جميل اوي.
وبعد كده الفانكشن دي عايز بقى اعمل ايه؟ انا اول حاجه عايز اعملها هو ان انا هجيب البيانات اللي متخزنه جوه اللوكال ستورج. طيب هجيبها ازاي؟ انا اول حاجه هكريت element product بيساوي، انا عشان خاطر اجيب البيانات المتخزنه جوه اللوكال ستورج، او عشان خاطر اجيب اي حاجه موجوده جوه اللوكال ستورج، فبقول له ايه؟ لوكال ستورج دوت جيت ايتم. جيت ايتم وبيقبل مني اسم الكي. الكي ده اللي هو بيكون فيه موجود في الداتا خلاص بتاعتك. طيب الاسم الكي ايه؟ اللي هو البرودكتس. طيب جميل. السطر ده هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي قيمه ايه؟ قيمه الكي ده اللي هو البرودكتس، يعني البيانات اللي متخزنه جوه الكي اللي هو اسمه برودكتس. هقول له اطبع لي الكلام ده في الكونسول، وتعالى نشوف الكلام ده. نعمل ريفرش، هلاقي بكل بساطة الداتا رجعت لي بالشكل ده. طيب معلش، انا متعود ان الداتا اللي بترجع هي array فيها مجموعة من الاوبجكتس. ما هي دي اصلا array وفيها مجموعة من الاوبجكتس. ادي الاوبجكت الاولاني وادي الاوبجكت التاني بالشكل ده. هتقول لي بس هو راجعة كسترينج. هل منطقي ان انا اعمل مابنج او لوبنج على سترينج؟ ده مش منطقي. طيب اعمل ايه عشان خاطر ابدا ان انا احولها لاري؟ قال لك ان في عندي حاجه اسمها جيسون دوت بارس. الجيسون دوت بارس دي بكل بساطه بتحول لك الحاجه من سترينج لجافا سكريبت اوبجكت. جافا سكريبت اوبجكت يعني حاجه بيفهمها البراوزر. تعالى كده نشوف. فعلا رجعها لي كاري وفيها مجموعه من الاوبجكت، وكده اقدر ان انا اعمل مابنج على الاري دي. خلاص. طيب جميل قوي. وبعد كده هبدا ان انا اكريت فانكشن. الفانكشن دي هتكون مسؤوله عن اللي هي بتاخد الداتا بتاعتك، بتبدا ان هي تهندلها. خلاص. ماب برودكتس بالشكل ده. هبدا ان انا اخد الفانكشن دي، هبدا ان انا اكلها هنا. ليه؟ لان بكل بساطه ان هي بتاخد الاري، وابدا ان انا امرر الاري دي هنا للفانكشن كبروبرتي، عشان انا استخدمتها هنا في الكول كارجيومنت. خلاص. طيب جميل قوي. انا بعد ما جبت الاري محتاج بقى ان انا اعمل لها مابنج. طيب عشان خاطر اعمل مابنج، مش المابنج ده بيبدأ ان انت بتكتب جوه المابنج البرودكتس، صح؟ طيب كل برودكت المفروض ان هو يتحط جوه حاجة، كونتينر بيحتوي على مجموعة من البرودكت. انت عايز تحط البرودكتس دي فين؟ عايز تظهرها فين في الصفحة بتاعت البيج كارد؟ والله قال لك هات لها متغير او تاج نيم او اي حاجه تبدا ان هي تعرض جواها البرودكتس دي. فهنا لو رحت في صفحه الشوبنج كارت هلاقي ان انا عندي في تاج اسمها يو ال، مديها كلاس كارد ليست. التاج دي هي بكل بساطه اللي هي هتحمل كل البرودكتس بتاعتي. هبدا ان انا اقول له ايه؟ let app بتساوي document dot query selector، وبعد كده ادي الكارت ليست بتاعتك. طيب جميل. هقول له ايه بقى؟ هقول له ادي الاب دوت انر اتش تي ام ال بتساوي ادي الماب بتاعتك. بس هنا لازم البرودكتس بتاعتي الاول اللي هي الاري دوت ماب، وبعد كده تقبل منك كول باك فانكشن، وهنا ادي الارجيومنت بتاعك. والارجيومنت ده اللي هو بيمسك كل برودكت عشان يبدا ان هو يهندله. خلاص. وبعد كده اقول له هستخدم بقى الديستراكشرنج let id title image برايس تساوي الاي ال اي بالشكل ده. هريتيرن ايه؟ والله هريتيرن HTML. ال HTML ده هيكون فيه مجموعة البرودكتس اللي انا هبدأ ان انا اظهرها. هكتب ال HTML وارجع لك. هو ده بكل بساطة ال HTML بتاع كل برودكت عندي. بكل بساطة هيبدأ ان هو بس يغير في ايه؟ في الديستراكشرنج، ان هو يمسك كل برودكت هيغير البيانات بس بتاعته. خلاص كده. طيب تعالى كده نعمل سيف ونشوف. فعلا البيانات ظهرت اللي هي متخزنه في اللوكال ستورج. بس ايه علامه الابوستروف دي؟ بكل بساطه الماب بترجع نيو اري، فهو بكل بساطه بيهندل النيو اري دي على اساس انها اري. طب انا عايز اعمل دمج للبرودكتس دي تبقى حاجه واحده، يعني كتبقى مثلا كسترينج، يشيل علامه الابوستروف دي وتكون كسترينج. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ في عندي ميثود في الجافا سكريبت اسمها ايه؟ اسمها دوت جوين.
باجي كده في الاخر ادي دوت جوين. عايز اسف جوين، عايز تعمل دمج الايه الكل ده كايه كسترينج بالشكل ده. تعمل سيف، نشوف ادي فعلا عمل دمج للبرودكتس وعرضها بالشكل ده. بس كده، وهو ده بكل بساطة الجزئية بتاعت او فكرة الشوبنج كارت عموما. بس كده، والسلام عليكم.